السلام عليكم. النهارده انا كنت عايزه اعرفكم على شقه كده اجرناها في اسكندريه قدام شاطئ البوريفاج على طول، حوالي 5 عماره من البحر. بس بصراحه الشقه كانت ممتازه. العماره اللي هي فيها البلكونات فيها كيرفات. العماره دي حوالي 19 دور. احنا كنا واخدين الشقه في الدور ال 18، بس بصراحه كانت كشف البحر حلو جدا. ده مدخل العماره. مدخل العماره نضيف، العماره نضيفه كلها، الاسانسير كويس. في اسانسير فردي واسانسير زوجي. العمارة في الأدوار العليا كشف البحر جدا، قريبة جدا من شاطئ البوريفاج. توضيب الشقة كأنها شقتك فعلا، العفش نضيف جدا، الفرش نضيف. بصوا دي السفرة أول ما ندخل من باب الشقة. الشقة متوضبة حلو جدا. بصراحة كل حاجة كانت نضيفة. في شاشة، في راوتر، في نت مفتوح زي ما انت عايز، يعني انت مأجر الشقة بالنت. الصالة مكيفة، أوضة النوم مكيفة. بصوا الانتريه في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة، نضيف، متحسش ان انت متضايق او حاسس ان هي من شقتك او حاسس ان انت كده. حتى لو رحتها في الشتاء برضو في سجاد. انا كنت رحتها في الشتاء وكنت رحتها في الصيف. بصراحة الشقة ممتازة. فيها كل حاجة، مش محتاجة اي حاجة خالص. بصوا هنا البلكونة. الناس اللي بتخاف من الادوار العليا انت مش محتاجه تبصي وتشوفي انت، يعني الارتفاع. انت وانت واقفه السور عالي، فانت مش ممكن ما تبصيش في الشارع. انت بس كانك في وسط البحر. دي احلى حاجه فيها، ان انت فعلا كانك في وسط البحر. ده هنا المطبخ. المطبخ بصراحه كان نظيف. كل حاجه موجوده فيه. في عندي بوتاجاز 5 عيون. عندي التلاجة، بصوا نضيفه ازاي. بصي من جوه زي الفل. انا اهم حاجه عندي استلم التلاجة نظيفه، لاني مش بحبها تبقى مش نظيفه كده، بقرف جدا منها. بصوا الحلل، موجود حلل كتير وجديده وكويسه. في كمان كوبايات كتير، مش محتاجه تاخدي معاكي اي حاجه. اطباق موجوده، كنكه موجوده، براد موجود، كاتل موجود. بصوا الميكرويف موجود وشغال، والكاتل موجوده وشغاله وزي الفل. في فناجيل كمان اللي بيحب يشرب قهوه او كاكاو لو انت رايحه في الشتاء. آه في غسالة في الأوتوماتيك. فبصراحة المطبخ فظيع. في هنا كمان حلل ألمنيوم للي عايز يستخدم حلل ألمنيوم ومصفى. في طاسات تيفال، في المعالق، كل حاجة بصراحة موجودة كويسة جدا. دي هنا الطرقة اللي فيها أوضة النوم، وفيها المطبخ والحمام. ده كده الحمام. احنا دخلنا خلاص المطبخ وشوفناه. الحمام كان نضيف، مساحته كويسة، في سخان، فكل حاجة فيه برضو تمام. بعد كده عندي اول اوضة نوم. سراير 120، نضيفة، فيها كل حاجة، منظمة، الوانها جميلة. فيها سجاد برضو لو انت رايح في الشتاء. حاطط في غطا متوفر في الأوضة عشان الناس اللي رايحة في الشتاء. دي الأوضة التانية. برضو السراير 120. بصوا كمية البطاطين اللي موجودة. دي في أوضة واحدة. الأوضة التانية برضو فيها بطاطين وفيها غطا للي عايز يتغطى. دي بقى الغرفة الماستر. فيها سرير واحد كبير، سرير كبير فعلا. وفيها شباكين، الشباكين بيبصوا على البحر بس من ورا. بس الأوضة برضو حلوة مريحة. فيها غطا تاني متساب فيها اللي عايز. فيها مخدات زيادة، بصوا مخدات. عايز اقول لكم كمان ان في حتى ترابيزه مكوى وفي مكوى للي عايز يكوي هناك. فكل حاجه بصراحه كانت فيها ممتازه. بجد انصحكم بيها. انا اجرتها بكام؟ انا اجرتها ب500 في الشتاء و1200 في الصيف. بس هي بصراحه تستاهل للي عايز يقعد في شقه نظيفه.